السلام عليكم متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. عواشركم مبروكه، يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو ان شاء الله. تحضيرات رمضان كما العاده ضروري ندير لكم شي حاجه على قد الحال، شي حاجه زوينه اللي كتستهلك بزاف في رمضان، اللي ضروري منها اللي هي بريوات. انا درت تشكيله يعني متنوعه شويه، درت لي سيكار بلي زيبينار اللي هما هادو، ودرت دي سيغار بالكاشير والفرomاج، ودرت البريوات ديال لادان، الكفته ديال لادان اللي كيجيو تا هما مالحين. انا ضروري كندير المالح، ما كنديرش الحلو في رمضان، فسمحوا لي ما كنشاركش معكم الحاجه الحلوه، حيت اصلا ما كنديرهاش وما كنستهلكهاش في رمضان، فكنستهلك غير هذا الشيء اللي كيكون مالح. اول حاجه هنشارك معكم في هذا الفيديو ان شاء الله هي بريوات ديال لادانت اللي كنستعملوا فيهم الشعريه الصينيه طبعا، وغنديرهم انا بلادانت. راكم عارفين دابا الكفته شويه غاليه، فنستغنيو على الكفته وغنديروا لادانت. اول حاجه التحضيرات اللي هي لازمه، اللي هي القزبر والمعدنوس اللي يكون بشكل زعما بكميه كبيره، والشعريه اللي درت انا 4 ديال الاكياس كبار ديال الشعريه. بالنسبه للهداند عندي كيلو ديال الهداند اللي طحنته على شكل كفته، هو هذا. غندير عليه 2 ديال ضماد البنه ديال كنور، ضروري باش كيزيدوا واحد التزوينه. وغنحكوا عليه 4 ولا 5 ديال الطريصات ديال الثومه. هذا هو الطريقه ديال الطياب ديال الهداند اللي انا عاده كندير الكفته، ولكن هاد المره قلت علاش لا ما نديرش الهداند، هو كيجي زوين وكيطيح شويه رخيص. داير 50 درهم الكيلو، فيعطي كميه كبيره ورخيص شويه، فنستغلوه ونديروه في البريوات ديالنا. غنديروا القزبر والمعدنوس كميه كبيره مع ديك الكفته ديال الهدان. نديروا كل شيء في المقله وهنديروه فوق البوطه. بالنسبه للماده الدسمه هندير شويه ديال الزبده، اولا تقدروا تستغنيو على الزبده وديروا شويه ديال الزيت نباتي فقط. هندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، صافي. وهنطيبوا ديك الكفته ديالنا على نار عاليه شويه باش ما كتطلقش لينا الماء. راكم عارفين الكفته ديال العدنت كتطلق شويه د الماء، او العدنت عموما كيطلق الماء، فكنحاولوا نجهدوا البوطه باش كتشحر وما كتطلقش لينا الماء بهذا الشكل. وحنا كنحاولوا نحلوها، ما نخليوهاش طيب كتله واحده. هذه هي الطريقه باش كنطيبوا العدنت البنات. كنحاولوا نحلوها هكا بالعود اولا بالمغرف حتى كيطيب وحتى كنشوفوها نشفت صافي، وكنحيدوها وكنديروها في الشبكه تقطر. ضروري البنات نديروها تقطر. في هذا الاثناء كنقطعوا الشعريه الصينيه اللي درت كيف ما قلت لكم 4، تقدروا ديروا 3 او 2.5 على حساب كل واحد. انا درت 4 ديال الشعريه الصينيه من الحجم الكبير ديال 200 غرام. غنزيدوا عليها شويه ديال الثومه بكميه تكون 5 او 6 ديال الطريصات ديال الثومه. بالنسبه للدجاج راه كيبغي الثومه، الدجاج عموما. نحتاجو شامبينيون نوار لان فزكته من قبل ودرته في الشبكه يقدر هو كيتنفخ. شامبينيون نوار كيعطي واحد المذاق زوين بالنسبه للبريوات، وكنستعملوه بزاف في البريوات. صافي ديك الشعريه غنضيف عليها ديك العدد اللي قطرته في الشبكه كيف ما كتشاهدوا، وضفت حتى ديك الشامبينيون نوار، ضفتو في الاول مع ديك الشعريه اللي قطعته صافي. وغنحاولوا نحلوا ديك الكتل ديال اللادان اللي شفناهم شويه كبار، كنحاولوا نحلوهم بيدينا بهذا الشكل باش كيجيو شويه صغار وما يجيوش باينين في كبار. صافي هنا نحلوا ديك اللادان بهذا الشكل. وهنزيدوا العطريه. بالنسبه للعطريه هنديروا الخرقوم، جوج معالق عامرين ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره عامره ديال الابزار. هنزيدوا شويه الملحه وهنخلطوش الملحه، ما نديروش بزاف حيت هنديروا ديك لاصوص الصوجا كتكون مالحه بزاف، فحاولوا تنقصوا الملحه حتى تذوقوا عاد تشوفوا واش تزيدوا او لا ما تزيدوش. صافي هنخلطوا ديك المكونات كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. فهاد البريوات المالحين راه كيجيو زوينين بزاف حتى من الحلوين. انا ما كيعجبونيش الحلوين، فكندير الملحين فقط كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه للبنات الحار فكيبقى اختياري، انا ما درتش الحار على حسب الدراري باش ياكلوهم. فاللي كيبغي الحار راه كيدير شويه الهريسه في هذا الحشوه، هذه كتجي زوينه حاره، كتجي زوينه. انا ما كنديرش الحار
صافي البنات غنحركو مزيان ديك المكونات، وغنضيفو كيف ما قلت لكم لاصوص الصوجا اللي هي كتكون مالحه، فضروري نردو البال الملحه وما نديروش في الاول ملحه بزاف حتى نشوفوا القياس ديالنا. فهاد الاثناء البنات غنضيفو الليمون المصير، حتى هو كيعطي واحد التزوينه، وكنديروا غير القشره ديالو، ما كنديروش اللب، كنقطعوه مع الحشوه. بهاد الاثناء هادي كنقطعوه وكنديروا لاصوص الصوجا، هادو راهم بجوج بهم كيكونوا مالحين، فردوا البال البنات من الملح. صافي غنديروا ديك هكاك ديك طريف نصف، درت هي نصف حبه ديال الليمون المصير اللي عندي انا مصير في الدار وحايل عنده عماين، فهو مالح بزاف. وديك لاصوص الصوجا ضروري، حيت هاد الحشوه هادي كتجي على شكل حشوه اسيويه، يعني ضروري ديك لاصوص الصوجا كتواتى مع الشامبينيون نوار ومع لا داند. صافي غنخلطوا الحشوه في هذا الشكل هذا مزيان، وندوقوا ونشوفوا الملحه، اللي كيبغي الحار يزيد الحار، اللي كيبغي اللي كيبغي يجي مالح فقط فيكتفي غير بالملحه وصافي. صافي البنات في هذا الاثناء هندوزو باش نعمروا البريوات ديالنا اللي هما الحشوه ديالنا هي واجده. بالنسبه للتعماره البنات ضروري العوين، حنا كنا ثلاثه بينا انا والوالده ديالي والاخت ديالي، فتعاونوا بيناتكم، راه ضروري هادشي كيبغي العوين باش كنساليو دغيا، وباش ما تجمد لي، باش ما كتشققش لينا ديك الورقه، يعني الورقه كتكون طريه، خصنا دغيا نسربيو نوجدوا الحشوه عاد نمشيو نجيبوا الورقه ونزربوا ونتعاونوا باش دغيا نساليو. انا الطريقه ديالي هي هذه، باش كنطوي الورقه كنطويها بشويه باش كتجي مثلات. الطريقه لا ساده ديال الطي ديال البريوات، انا ما بغيتش نقطع من هذا المرحله هذه، كيعجبني يبقى الفيديو هكا حتى الذكرى، كيبقى زوين الاجواء ديال رمضان وكيفاش تعاوننا ووجدنا البريوات ديالنا. فنخليكم مع الطريقه ديال الطي ديال البريوات، وحتى الطريقه ديال كيفاش كنقطع الورقه، لان انا كنقطعها على ثلاثه. بالنسبه الحجم كيبقى طبعا، كاين اللي كيبغيهم صغار، كاين اللي كيبغيهم كبار. المهم انا الورقه الحجم الكبير كنقطعها على ثلاثه الاجزاء باش كتجيني الحجم المتوسط ديال البريوات ديالنا. ونخليكم مع طريقه الطي ديال البريوات، فرجه ممتعه.
وهادو هما البريوات ديالنا من بعد ما قربنا نساليو. يعني كيجيو كميه وفيره تبارك الله. راه درنا كيلو د لادان، درنا فيه 4 ديال الشعريات الصينيه، يعني عطا بانيو تبارك الله كبير. ومازالين كنعمرو في الورقه ديالنا، كتجي رائعه وكتجي بريوه زوينه بزاف. نتمنى تجربوها بهذا الشكل هذا بلا داند، وكتجي يعني زوينه بزاف، وكنستهلكوها بزاف في رمضان. الفيديو القادم ان شاء الله غنعطيكم الوصفه ديال الشامبينيو، يعني ديال الشامبينيو لي زيبينار، باش درنا ديك القنينطات. وحتى بقات لنا الورقه ودرنا بريوات ديال الكاشير والفرomاج اللي كتجي حتى هي رائعه وكتجي زوينه بزاف. الى الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو قريبا ان شاء الله. الى اللقاء.